السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم في هذا الفيديو جدول ترتيب البطولة الجزائرية بعد نتائج مباريات اليوم الأحد 26/5/2024. وفي البداية لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد. وأسفرت مباريات اليوم عن النتائج التالية: تعادل شبيبة القبائل ومولودية الجزائر بهدف لكل فريق، فوز شباب بلوزداد على مولودية البيض بهدف مقابل لا شيء، تعادل وفاق ستيف ونجم مجرة بدون أهداف، وفوز مولودية وهران على نجم بن عكنون بهدف مقابل لا شيء، وفوز اتحاد خنشلة على شبيبة الثورة بهدف مقابل لا شيء، وفوز النادي الرياضي القسنطيني على اتحاد بسكرة بهدف مقابل لا شيء، وفوز نادي برادو على الاتحاد الرياضي السوفي بستة أهداف مقابل لا شيء. وبعد نتائج مباريات اليوم يصبح ترتيب البطولة الجزائرية كما يلي: مولودية الجزائر في المركز الأول برصيد 61 نقطة، شباب بلوزداد في المركز الثاني برصيد 49 نقطة، النادي الرياضي القسنطيني في المركز الثالث برصيد 48 نقطة، اتحاد الجزائر في المركز الرابع برصيد 42 نقطة، وفاق رياض ستيف في المركز الخامس برصيد 42 نقطة، نادي برادو في المركز السادس برصيد 39 نقطة، شبيبة القبائل في المركز السابع برصيد 37 نقطة، شبيبة الثورة في المركز الثامن برصيد 36 نقطة، اتحاد خنشلة في المركز التاسع برصيد 35 نقطة، جمعية أولمبي الشلف في المركز العاشر برصيد 34 نقطة، نجم مجرة في المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة، اتحاد بسكرة في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة، مولودية البيض في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة، مولودية وهران في المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة، نجم بن عكنون في المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة، الاتحاد الرياضي السوفي في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.